بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم كوكتيل صعيدي. هنتكلم النهاردة عن السياحة في باريس، وهنشوف أماكن ومعلومات مهمة، واللي هيكلمنا عن باريس أكيد هيكون مواطن من فرنسا، ومفيش حد أحسن من زين الدين زيدان. أهلا بكم في باريس، مدينة الحب والنور. تعد باريس من أكثر الوجهات السياحية شهرة في العالم، حيث يزورها ملايين الزوار كل عام. في هذا السيناريو، سنأخذك في جولة في بعض أشهر مناطق الجذب السياحي في باريس. أولاً، لدينا برج إيفل. تم بناء هذا البرج الأيقوني في عام 1889 بواسطة كوستاوف إيفل، وأصبح رمزاً لباريس في جميع أنحاء العالم. يمكنك ركوب المصعد أو السلالم إلى أعلى البرج والاستمتاع بالمناظر الخلابة للمدينة. برج إيفل جميل بشكل خاص في الليل عندما تضاء بآلاف الأضواء المتلالئة. بعد ذلك، لدينا متحف اللوفر. هذا المتحف المشهور عالميا هو موطن لبعض الأعمال الفنية الأكثر شهرة في التاريخ، بما في ذلك الموناليزا لليوناردو دافنشي. يعد متحف اللوفر أيضا أحد أكبر المتاحف في العالم، حيث يعرض أكثر من 35 ألف عمل فني. تأكد من التخطيط مسبقا وامنح نفسك متسعا من الوقت لاستكشاف مجموعة المتحف الهائلة. جاذبية أخرى يجب مشاهدتها في باريس هي كاتدرائية نوتردام. استغرق بناء هذه التحفة القوطية أكثر من 200 عام، وكانت رمزا لباريس منذ العصور الوسطى. لسوء الحظ، تعرضت الكاتدرائية لحريق مدمر في عام 2019، وهي مغلقة حاليا للترميم. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الاستمتاع بمظهرها الخارجي المذهل والإطلالات الجميلة على نهر السين من الجسور القريبة. إذا كنت من محبي الفن، فيجب عليك أيضا زيارة ميوزي دورس. يقع هذا المتحف في محطة قطار سابقة، وهو موطن لمجموعة رائعة من الفن الانطباعي وما بعد الانطباعي. ومن أشهر الأعمال المعروضة لفينسنت فان جوخ ستوري نايت أوفر ذي راون وووتر ليليز لكلود موني. أخيراً، لدينا قصر فرساي. كان هذا القصر المذهل في السابق موطناً للملوك والملكات الفرنسيين، وهو الآن أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. القصر محاط بحدائق ونوافير جميلة، ويمكنك القيام بجولة في غرف وقاعات القصر الفخمة. هذه ليست سوى عدد قليل من العديد من مناطق الجذب السياحي المذهلة في باريس. سواء كنت مهتما بالفن أو التاريخ، أو ترغب فقط في الاستمتاع بالعمارة والمأكولات الجميلة في المدينة، فإن باريس لديها ما يناسب الجميع. نتمنى أن تستمتع بزيارتك لهذه المدينة الجميلة.